السلام عليكم، مرحبا بكم معايا فيديو جديد في وصفة جديدة. اليوم غادي نحضروا دواز اتاي. صراحة كيجي هائل وسريع التحضير، ما كتاخدش لينا بزاف ديال الوقت. مقادير بسيطة، غادي نحتاج لها 125 غرام ديال الزبدة، نديرو قبيصة ديال الملح، كنحتاج لها 2 معالق كبارين ديال سكر كلاصي، 2 بيضات، كنخلطوا الكل جوج جيدا، معالق ديك الزبده كبار وداك ديال السكر الزيت كلاصي غادي وفانيليا. نجمعوه مزيان مع بعضياتهم حتى كيترجع لينا الزبده على شكل كريمه. كنضيفوا لها النكهه ديال الفاني، هذيك اختياريه، كانت عندك تقدري تضيفيها باش تضيفي واحد النكهه زوينه للصابلي ديالك. ما كانش ماشي مشكل، الفاني كافي. كنعجنوا الزبده والسكر كلاصي مزيان، كنضيفوا لهم دوك 2 بيضات وكنخلطوا كلشي مزيان. من بعد كنضيفوا الزيت والطحين حتى كترجع لينا العجينه كعجينه الصابلي متماسكه. دابا ملي جمعنا العجينه ديالنا غادي نخليوها ترتاح، نديروها في بابي سيلوفان ونخليوها ترتاح على جنب على ما وجدنا الكريمه اللي غادي نديروها من فوق منها. الكريمه غادي نحتاجو لها 125 غرام ديال الزبده، 2 معالق كبار ديال السكر كلاصي، 3 ديال البيضات، قشور حامضه محكوكه، 2 كيسان ديال الكاوكاو مهرمش، والكونفيتور. غادي نديرو في الخلاط الكهربائي كلشي، نديرو الزبده والسكر، نضربو كلشي. من بعد كنزيدو لهم قشور ديال الحامضه و3 ديال البيضات، كنضربو كلشي مزيان حتى كترجع لينا واحد الكريمه. هنا من بعد ما وجدت الكريمه كما كتشوفوا في الصوره، ها هي عقاده الكريمه ديال الكاوكاو والزبده والبيض. كنديروها في واحد الجيب حلواني وكنخليوها جانبا بلا ما سرحنا العجينه ديالنا. هنا كنجيبوا واحد ورق الزبده يكون على حجم الصينيه اللي غادي نديروه فيها. صافي العجينه ديالنا كنسرحوها مزيان، كنجيبوا الدلاك وكنسرحوها حتى كترجع لينا رقيقه، ماشي رقيقه بزاف على حسب الصابلي، كتكون يعني ما رقيقه ما غليظه. صافي من بعد ما نسرحوها مزيان على القياس ديال الصيني ديالنا نيشان. شوفوا على حسب العبار، ما نكذب عليكم ما عبرتش الصيني شحال فيه، ولكن ما صغير ما كبير. صافي كتسرح العجينه مزيان كما كتشوفوا، ما رقيقه ما غليظه. صافي كنقادوها من بعد كنجيبو الصيني كنقادوها مزيان. من بعد كنحاولوا نقادو لها الجناب باش تجي متساويه، ما يجيش فيها شي خويات او جهه طالعه وجهه هابطه.
كنجيبو فرشيطه نثقبو العجينه مزيان. من بعد كنجيبو كونفيتور، من الاحسن يكون كونفيتور ديال الكاطو. انا ما كانش عندي، كان عندي ديال الماكله. علاش درتو يسخن فوق النار مع شويه ديال الماء زهر؟ كان عندكم ديال الكاطو خدموا به هكاك حيت اصلا هو جاري. صافي من بعد ما سخنت الكونفيتور مع شويه ديال الماء زهر، نديرو من الفوق، كنسرحو كامل من فوق العجينه. الكونفيتور كيعطيها واحد التعليكه زوينه خطيره فعلا. غير جربوا هاد الحلوه هذه ديال الصني. من بعد ما سرحنا هذاك الكونفيتور، كنجيبو ديك الكريمه نديروها من فوق منها. صافي هذه هي الطريقه اللي كتلاحظوا في الفيديو، طريقه سهله. نديرو ديك الكريمه ديال الكاوكاو من الفوق. كما كتلاحظوا الطريقه جد سهله. الكاطو ساهل، اقتصادي، في الساعه كيوجد. نتمنى انكم تجربوه. صافي هذه هي الطريقه. من بعد ما نساليو هذيك الكريمه من الفوق، كنقادوها وكنزينوها بشويه ديال اللوز ايفيلي او قوقاو ايفيلي، المهم اللي كان متوفر عندكم. التزيين دائما اللي كيكون متوفر عندكم في الدار كتقدروا ديروه. صافي من بعد ما كتوجد كنديروها في الفران على درجه هادئه جد مهيله. صافي نخليكم مع الفيديو مع الطريقه، راه كلشي موضح في الصوره. هذه الحلوه ديالنا من بعد ما طابت، كما كتشوفوها هي تحمرات. كنسقيوها بشويه ديال العسل. انا هنا درت العسل، وتقدروا ديروا حتى الكونفيتور. الكونفيتور تقدروا تدفيوه او ما تدفيوهش، سيرتو الا كان هذاك سائل ديال الحلوه. انا ما كانش متوفر عندي، درت غير العسل. تقدروا ديروا النباج، المهم اي حاجه كانت متوفره عندكم تقدروا ديروها. انا درت هنايا العسل شويه دفيته، ودهنت الوجه ديالها كامل كما كتلاحظوا في الفيديو. من كانت كطيب طلقت واحد الرائحه كتشهي، رائعه جدا. الرائحه ديال المزهر مع القوقاو مع الصابلي مع رائحه الفاني كتجي رائعه صراحه. غير جربوها. النصيحه اللي نعطيها لكم وما غاديش نبخل عليكم بها، هي تنتكل في 3 ايام حتى اليومين، حيت الا طولات غادي تبرد. هذه هي النصيحه اللي غادي ننصحكم بها، انها يعني تنتكل في يومين حتى 3 ايام. من بعد الى طولت هذاك الكاوكاو غادي يبرد، ما غاديش يبقى عاطي واحد لو زوين. صافي هذا هو الشكل النهائي ديال الحلوه ديالنا. حلوه ديال الدواز اتاي، سهله التحضير، اقتصاديه، في الساعه كتوجد. نتمنى ان هذه الحلوه تعجبكم. الا وصلتوا معايا حتى لهاد الوقيته ما تنساوش اللايك والاشتراك. نتمنى لكم التوفيق للجميع، وشكرا لكل واحد متبعني ووفي معايا. شكرا لكم بزاف. ومع السلامة إلى فيديو آخر إن شاء الله، إلى وصفة جديدة إن شاء الله. مع السلامة.